يعطيكم العافية وصبحكم بألف خير. اللخنة الخضراء أكلة تراثية نابلسية فقط في مدينة نابلس، إلا إذا في مكان بس إحنا ما بنعرف. إلها طريقة معينة في الطبخ، وطريقة اللف بتختلف عن ورق العنب. بدنا نشوف اليوم كيف بدنا نطبخها وكيف بدنا نلفها بهاي الطريقة. رح تكون عنا شكلها هيك، مش مثل ورق العنب. شكل الورقة بتحكم فينا، وكانوا يشتروها من المصلبة، مكان بالبلد القديمة في نابلس، وهلأ ببيعوها هناك. كانوا يزرعوها في الوادات في غرب نابلس، كانت هناك أراضي زراعية يسقوها من عين المي اللي في المنطقة. للأسف خفت كتير لأنه صار في مولات وبنايات. قبل ما نطبخها اليوم بدي أقول لكم الفرق بينها وبين ورق الزهرة، لأنه أنا شفت على الإنترنت ولا حدا طبخ اللخنة الخضراء. بيطبخوا الزهرة، ورق الزهرة أو ورق الأرنبيط بهذا الشكل. شكله الورقة خشنة وكبيرة وعريضة، والعرق لونه أبيض فاتح كتير. كانوا يحشوها أهل نابلس برغل ولحمة فرمة في الشعبان، في الشعبونية، بطابة اسمها الأكلة. العرق في ورقة الزهرة شابك في الورقة من الأول للآخر، أما باللخنة الخضراء بتلاحظوا إنها اللخنة إلها ورقة وإلها عرق، جزء ورقة وجزء عرق. فأنا حبيت أوثق اللخنة الخضراء، لأنه الكل بيحشي الورق الزهرة بيقولوا عنه لخنة خضراء نابلسية. بدنا نقص أول إشي العروق، هدول ما بدنا إياهم، العروق الصغيرة. أما إذا لقينا مجموعة عروق مع بعض مثل هذا الشكل، ممكن نحطهم في قاع الطنجرة تحت حبات اللخنة. بدنا نقصهم كلهم هيك، بنحطهم جنب بعض وبنقصهم بالمقص، كتير أسهل من السكينة. فأنا حبيت إني ألفت نظركم إنه اللي بتشوفوه على الإنترنت وهم بلفوا ورق الزهرة، ورق الزهرة مش لخنة خضراء، هاي هي اللخنة الخضراء. يعني بتوقع إنه هذا أول فيديو للتوثيق على اللخنة الخضراء، أكلة تراثية نابلسية. وطبعا بدنا نتخلص من أي إشي مثل هدول العروق الصغيرة، ما بدنا إياها. ورق صغير ما بلتف بنرميه، أو شغلة مثل الحشيش أو هيك برضو بننظف اللخنة. بدنا نغلي مي، نحط عليها كمون وملح حتى نسلق ورق اللخنة. وراح تلاحظوا إنها كتير طرية، وإحنا بنحطها في المي راح تستوعب كمية كتيرة، بتنزل للأسفل وبنحط غيرها. لازم نعقمها والتراب اللي فيها ينزل على أسفل الطنجرة، وتكون يعني نظيفة قبل ما نلفها. لاحظوا كيف صار لونها أخضر، لخنة خضراء، مش مثل ورق العنب بصير بني أو بقية الخضروات الورقية بتغير لونها. بس سبحان الله كيف اللخنة الخضراء اسم عم سما، سبحان الله. بدي أسلق كل الكمية وأجهزها لللف. بضل عنا في العروق، العروق هدول اللي بدي أحطهم بالأسفل بحب أسلقهم شوي، ثلث ساعة لحالهم. الرز منقوع مغسول، بنحط كركم، كمون، الفلفل الأسود، بهار، هال، ملح، والزيت النباتي مثل أي حشوة محاشي عنا في فلسطين. بنخلطهم مع بعض وبنحط اللحمة الفرمة وبنوزعها، وتكون لحمة خشنة. أطيب كتير المحاشي باللحمة الخشنة. وبدنا نحط باذنجان، فقط باذنجان بنحط مع اللخنة الخضراء، واختياري طبعا، أما كوسة وغيره لا. هلأ بدنا نحط شرائح من البندورة في أسفل الطنجرة، لأنه غرام الأكلة هاي البندورة الطازة والتومة، لا تؤكل إلا مع تومة وبندورة. أي إشي تاني ما بتطلع لخنة خضراء، وبيطلع طعمها إشي تاني. العروق هدول سلقتهم ثلث ساعة، وحاولت إني أسد فيهم فراغات اللي بأسفل الطنجرة، وهيك كل شي جاهز علشان نلف اللخنة. اللحمة هلأ ما بدنا إياها تكون قطع سميكة، لازم نحاول نرققها، نقسمها من النص، بس ما تدقوها، خلي الألياف فيها أفضل. بنحط اللحمة برضو قبل ما نحط اللخنة، بتكون بأسفل الطنجرة علشان تستوي أكتر. وأي إشي فراغات بنسده في تومة أو عروق. بدي أحط سمنة على كل قطعة لحمة بساعدها أنها تستوي. لف اللخنة مختلف عن أي ورق تاني بهذا الشكل، الورقة بتتحكم فينا، سبحان الله شكلها. من منطقة العرق بدنا نحشي، مش من المنطقة الناعمة، هما الجهتين ناعمين، بس إحنا بدنا نحشي من جهة العرق.
وهاي القطعة بدنا إياها حتى نقدر نسكر فيها الرز. أنا أول مرة بلف لخنة خضراء وأول مرة بطبخ لخنة خضراء. حاولت كذا طريقة إني ألف فيها، لقيت فقط هاي الطريقة هيك ممتازة. هيك أنا خليت الرز بمنطقة ما إنه يفرط. بناخدها من الطرف ومنلف، وبناخدها من الطرف ومنلف بهذا الشكل. بنرد بنعيد كمان مرة. بنحط الحشوة قبل العرق ومنلفها وبنضغط عليها ومنسكر من الجهة اليمين ومنلف ومنرد ناخد من الأطراف ومنلف ومنرد ناخد من الأطراف ومنلف لحد ما إنها تطلع معنا بهذا الشكل. الدوالي بالعرض، ورق العنب نحشيه بالعرض، بس هاي بالطول ما زبط معي أبدا. وإذا القطعة كبيرة ممكن تقصوها بالعرض بتصير ورقتين. منلفها ومناخد طرفها ومنلفها حتى تضل مرتبة، إلا تطلع معنا مبوزة. سبحان الله منظرها كتير حلو. علمت حالي لحالي، يعني أنا ما عمري لفيت والله أبدا، بس يعني ما زبط معي إلا بهاي الطريقة. يمكن في ستات بلفوا بطريقة تانية، أكيد ما شاء الله الست الفلسطينية معدلة. هلأ كل ما ألف كل ما أحشي كمية بدي أحطها في الطنجرة على أساس أحس حالي إني أنجزت. يعني بسكر الفراغات اللي أخليها بخط واحد مع الباذنجان ومع اللحمة. طريقة الباذنجان موجودة على اليوتيوب بقناة عريبي العزيزي، مع الكوسة محاشي. طريقتهم للصبايا اللي حابين يعرفوا كيف طريقة الباذنجان، بس اليوم إحنا تركيزنا على اللخنة. هاي القطعة حسيت إنها بتسكر على الرز، القطعة الصغيرة من اليسار، ومنلفها هيك ومنسكرها من الجنب بهاي الطريقة. إذا عندكم طريقة تانية منحب إنه نعرفها لللف، بس بصراحة ما زبطش معي إلا هاي الطريقة. أنا خلصت اللف، رشيت كمون، الكمون ضروري، وكم حبة تومة كمان، لازم تومة سن اسنان، وغطيتها بصحن قبل ما أحطها على النار علشان تتماسك الحبات مع بعض وما تفرط. بتركها هلأ 3 ساعة مع الانتباه دوما إنه يكون في لسه مية، بدناش نحرقها لأنه لسه ما حطينا مية. بعد 3 ساعة نص ساعة مع الانتباه بحط مي سخنة، ضروري سخنة، بتكون غمرها 2 سنتي تقريبا، وبغطيها بتركها حوالي ساعة برضو مع الانتباه لحد ما تستوي. بيكون ضل عنا شوية مي. بنجيب بندورة معصورة، بندورة طازجة، إذا بتحبوا معلقة رب بندورة معها بتعطي الصلصة شوية حموضة، ولازم نسخنها ونحطها نضيفها فوق اللخنة وهي سخنة، ضروري تكون سخنة. وبنتركها هلأ يعني قد ما بدكم لحد ما تتأكدوا إنها اللخنة استوت. بتذوقوها طبعا. بدي أوطيها وخليتها حوالي كمان ساعة على نار واطية، وهيك صارت طبختنا جاهزة.